طيب، في ملفات الهلال يمكن ايمي وبدون سابق انذار زي ما الناس عارفه فجاه، يعني هو كان في الظل شديد يعني. فجاه ظهر على السطح وعمل صداع كده في راس الهلال، بعد ما كان كله التركيز مع كوليبالي واصراره على المغادره والعروض الكبيره اللي جاته. كان ايمي في الظل تماما. فجاه معنا زي ما قلت في حلقات سابقه انه موعد انطلاقه الاعداد وانضمام اللاعبين هو ده زي امتحان الرياضيات، بيكون فراق للحبايب. وانا قلت اللحظه دي حتجي وحتكون فيها خراب وش على الاقل بين الهلال وكوليبالي. فاصبح خراب الوش مع الثلاثي كوليبالي وايمي وخادم دياو يعني. وخادم ده انا حقيقه بعتبره واحد من اكثر المحترفين السجمانين اللي مروا على الهلال، يعني رغم مستواه الجيد لكن كعقليه سجمان جدا يعني. الان هو محتكف وفاشل في انه يجيب عرض يوازي مستواه الفني وعرض يوازي القيمه اللي خدتيها له الهلال. فشل، وبعد ما فشل قاعد في بيتهم يعني ده مش سجمان، ده زول غبي جدا يعني. ما انت في النهايه ما حتقدر تعمل حاجه من غير موافقه الهلال، ما حتقدر تمشي يعني. حتفضل حردان كده، حيتدمر مستقبلك ويتراجع مستواك. والانديه الليله الدايراك ب 250 الف دولار، بكره ب 50 الف دولار ما بتقبلك لانه اصلا الانديه دي ذات عيونها مفتحه على غيرك يعني. بتبدا بطوله الابطال السنه دي وبيرصدوا طرف شمال جديد، ممكن يرصدوا طرف الهلال الجديد المحترف ده يعني ما بيجيفوا عليك ويعيشوا على الذكريات انك انت كنت كويس وقاعد، والان قاعد في بيتكم سنه او 6 شهور ودايرهم لسه يتذكروك ويفاوضوك في التسجيلات الجايه. بيتجاوزوك لانه حيشوفوا غيرك وحيكون افضل يعني. فغبي جدا اي لاعب داير يعمل فيها راسه كبير ويفتري ويقعد في البيت عامل فيها زعلان. انا عرفت انه الهلال حقيقه زعلان من ايمي اكثر من خادم وكوليبالي نفسه، وبيفتكروا انه ايمي حاول يشق الصف ويعمل لوبي وسط الاجانب، وتحديدا كوليبالي بيملى لهم في راسهم وبيحاول يغير نظرتهم، وزي ما قالوا يكبر رصينهم على الهلال. ودائما اللاعب اللي بيكون من النوعيه ده خطر جدا في التيم. عشان كده لهجه الهلال يعني الهلال لما ايمي عمل تصريحات في الفيسبوك انه هو داري يحسن عقده ويفسخ كده، الهلال ما حاول يلين جانب ايمي يعني. طوال الهلال عمل خطوه استباقيه ما عملها مع اي محترف الان في السنه دي. لا عملها مع كوليبالي ولا عملها مع خادم دياو، عملها مع ايمي تحديدا. لانه لجنه التسجيلات والقطاع الرياضي في الهلال بيفتكر انه ايمي راس هوس، فبالتالي انت بتضرب راس الحيه. اول ما فرفر وعمل بوستات في الفيسبوك، الهلال مباشره ارسل عقد ايمي لمحامي النادي في سويسرا، واحاطوا علم بكل التفاصيل بما فيها سكرينات للبوست الخاص بايمي في صفحاته في السوشيال ميديا، تحوطا واستعدادا لصراع قانوني ايمي ما بيقدر عليه، ما بتقدر عليه. وانت مع الهلال لحد 28 2028، باقي لك 3 سنين او خلينا اقول 2 سنين ونص. فده شعر ما عندك لعنقره يعني. ما عندك عنقره لشعر وصراع قانوني بالدرجه دي يعني. المدهش اكثر انه ايمي في مطالبته، وانا اشك بالمناسبه اشك في انه في عروض واضحه جات لايمي ما سمعنا بها. ومجلس اداره نادي الهلال نفسه بيتكلم عن عرض واحد خجول جاء لايمي قبل فتره، يعني من هالد عليه عروض لانه ذاته ما مهل الوكلاء والانديه تشوفه بكثره الاصابات يعني. نجم كبير ولعاب ونتمنى انه يواصل، وانا واحد من الناس متوقع انه يكون من نجوم الموسم السنه الجايه اذا واصل مع الهلال يعني. ولكن بحسب مصادر في مجلس اداره نادي الهلال نفسه هم شاكين في موضوع انه ايمي تكون عنده عروض جاده.
رغم مستواه الباهر جدا، لكن لحد الآن يعني ما عنده عروض بتطاقش ولا أرقام كبيرة كمال يعني. بدليل انه هو في مطالبته للعوده اشترط تحسين وضعه المالي في الهلال، وده اذا في شروط في العقد بتدعم كلامه ده ما في مشكله، يقعدوا يعززوا له. اذا ما في حتتعاقب، او الهلال يكون عنده حسن نيه ويحس انه محتاج لك بالفعل، يجبر خاطرك بتحسين العقد بالتي هي احسن، لكن لا بتهديد لا برجال رجال. وانا واحد من الناس برضو بمشي في الخط ده، يعني خط انه الهلال اذا عنده امكانيه، اذا عنده امكانيه يجبر بخاطر اللاعب ويحسن من راتبه بصوره كده تحت الترابيزه يحتوي الموضوع، ما في مشكله. الشوشره ما حبابه في النهايه يعني. وهو يعرف انه الهلال حيعمل له كده ما عشان هو عنده حق، حنعمل له كده كرما مننا وبحثا عن الاستقرار. واي تحسين يحصل في عقد ايمي في الفتره الجايه اذا استمر واذا ده حصل، يكون تحسين بصياغه جديده للعقد، حتى وان يمدد سنه او سنتين، لانه زول زي ده لازم يتخطى في علمه، بيعمل لك مشاكل كبيره جدا. والان انا اكد لك، وكلاء اللاعبين اي محترف الان مع الهلال عنده وكيل او اثنين، ديل كلهم منتظرين يشوفوا الهلال حيعمل شنو مع ايمي، جاهزين. عشان كده موضوع ايمي ده تحديدا خط احمر. رجع بالتي هي احسن اوكي، ما رجع يصل معاه الهلال اي مرحله حتى وان ادى ذلك لايقافه من كره القدم سنه 6 شهور سنتين، عشان يكون عظه، وعشان ما يفتح لنا باب ما بيتقفل مع 10 او 11 او 12 اجنبي موجود الان. الكويس انه ايمي في كلامه ما قال السودان فيه حرب، ولا قال انا ما بلعب، انا مسك ليه في قصه ميته بتاعت حسنوا ليه عقدي والمرتبات وكده. فاذا الحاجه دي ممكنه يعملوها له من سكات والمسيره تمضي، يعني من غير ما يفتح ابواب ثانيه او تكتلات ثانيه او لوبي. وصل يحتاج ايمي اذا وصل مع الهلال يقعد في كرسي ساخن ويتواجه بكل كلامه ومحاولاته لشق الصف وتحريض بعض زملائه وكده، لازم يتواجه بالحاجه دي عشان ما يفتكر انه الهلال نايم على غضانه، انه البدء بيحصل داخل الغرف ما في زول جايب خبره. دي مهمه جدا لازم يتواجه. طيب يا جماعه، حقيقه في حاله انسانيه غريبه جدا وصعبه في نفس الوقت يعني. دي طفله عمرها 3 سنين، انا حقيقه دخلت لي والدتها برسائل، ومن بعد ذلك أرسلت شخص من طرفي في ولاية الجزيرة تكبد حقيقة المشاق وزار هذه الطفلة وتأكد من الحالة وكل تفاصيلها. أنا حأقرأ رسالة أم الطفلة عشان الناس تستوعب معي شكل تفاصيل الحاجة اللي بتعاني منها الطفلة اللي عمرها 3 سنين. بتقول لي ممكن ترد علي؟ عندي بنتي جات مستقيمة مقفول، مستقيم بتاعها فتحة المستقيم إحدى السبيلين مقفول، من الله جات كده، وعملنا لها عملية للتوسعة كل أسبوع بمعدات، جابوا معدات لتوسعة الفتحة بتاعت المستقيم، بس اتسرقت أيام الدعامة، المعدات ذاتها اتسرقت أيام الدعامة، بس عايز زول يجي مملي من عطبرة. لو بتقدر تنشر لي دي في صفحتك بدون ذكر اسمي، وما عايز قروش، بس زول يسلمني المعدات لأنها متضايقة في الفسحة. لما تمشي الحمام بتتضايق في الفسحة وما بتطلع، فتحة الشافعة دي بقت قدر سير السيمة. السيمة دي يا جماعة زي حلاوة الحربة، لك أن تتخيل شكل الفتحة بتاعتها المصاصة دي شكل الفتحة. والله طولنا من التوسعة دي، ودي صور الموسعات، رسلت لي صور الموسعات الأجهزة اللي بتوسع، وسعرها 170,000 جنيه.
الحال المشروح قدامكم، ومعاناة الطفلة واضحة ما محتاجة واضحة ما محتاجة إنه أنا أتكلم عنها كثير أو أشرح كثير. عمرها 3 سنين وأمورها بايظة، محتاجين للأجهزة دي. رسلت لي الصورة دي، تحت الأجهزة دي موسعات، دي بتوسع الفتحة وكاتبة لها الطبيب بمبلغ 170,000. هنفتح المبادرة بمبلغ 170,000 جنيه. إن زادت خير وبركة تروح مصاريف للأم وللشافعة. للمساهمة 21 98 325 باسم رزاز عبد الله عبد الحليم، وإرسال الإشعارات على 09 038 48 903. أسأل الله العلي العظيم لها الشفاء، وربنا يعين والدتها بإذن الله تعالى، ولكل من يساهم في هذه الحالة الخير والعافية، وربنا يحميكم وأولادكم. حاجة من الأمراض الغريبة، إن شاء الله ربنا يحفظ الجميع. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.